احب اعرفك، دي ياسمين مراتي، واحنا جايين النهارده نطلب ايديكي. انا عايز اتجوزك. نعم. لا انا مش فاهمه حاجه. يعني انت جايب معاك مراتك علشان تتجوزني؟ بصي يا حبيبتي، انا مراته الاولى وجوزته قبل كده الجوازه التانية، وانتي هتبقي التالتة لو وافقتي طبعا. والله انا اخترت صح، والله يا روحي حبي ليكي بيكبر كل ما تجوزيني جوازه جديده. انا وراك يا روحي لحد ما اجوزك الرابعه. لا لو الرابعه يبقى ماليش حق ابص بره بقى. ثانيه واحده، ممكن اعرف انت بتعملي معاه كده ليه؟ لاني ببساطه فاهمه طبيعه الرجاله، وعمري ما هقف ضد طبيعته. انا بزعل لما حد يقف ضد طبيعتي. لا يا حبيبي ما تزعلش، الرجل لا يكتفي بامراه واحده. على فكره الكلام ده كذب. ملايين الحالات رجاله ومكتفيه بزوجه واحده بس. طب على حد علمي بقى يا مدام ان انت كنت متجوزه وعن حب، ومع ذلك اتطلقت منه بعد ما عرفت انه عرف واحده عليكي وخانك. ايوه ده حقيقي، بس انا اتطلقت. بس خانك واتطلقت. بعد ما خانك. بس اتطلقت. ما تقولي حاجه يا مدام. عيب يا لولي، مش بنقول كده. شفتي بقى لما وقفتي ضد طبيعته ايه اللي حصل؟ النتيجه ان هو عارف واحده عليكي، وفي الاخر ما بقاش مكتفي بيكي وراح عارف واحده في السر وبقى بيعمل حاجه حرام. لكن انا بخليه يتجوز في الحلال. والله اخترت صح، والله عرفت بحبها ليه تتحب. والله والله بحبك. لولي نتحسد.